السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات من نهوبة. النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة اقتصادية بربع كيلو لحمة فقط، ومغذية جدا للاطفال اللي بيحبوش الكوسة. معانا هنا كوسة ومعانا ربع كيلو لحمة مفرومة. اول حاجة هنقطع الكوسة حلقات، هوريكم هنقطعها ازاي. احنا كده هنقطع الكوسة بالشكل ده حلقات بالطريقة دي كده. بالشكل ده هقطع كمية الكوسة كلها بنفس الطريقة كده، قطع متساوية. هقطع الكمية كلها وارجع لكم. وهنا الكوسة بعد ما قطعناها بالشكل دوت، انا هنا كده معايا بصلتين كبار هحطهم على البوتاجاز. هنزل الاول بمعلقتين من السمنة. انا هنا كده نزلت بمعلقتين سمنة بالشكل ده. ننزل بالبصل بتاعنا بالشكل ده. ببتدي ان انا اشوحها بالطريقه دي كده. اول ما تدبل معايا هنزل باللحمه بالشكل دوت. هنا البصله ابتدت تدبل بالشكل دوت، ببتدي هنا انزل باللحمه بالطريقه دي. هعصج اللحمه مع البصله. انا كده هبتدي انزل بايه معايا السبع بهارات وثلاث فصوص من الحبهان، مكعبين ماجي بالشكل ده، واحط الملح وفلفل وكمون. وابتدي اسيبها تتشوح شويه بالشكل ده كده. انا كده هبتدي انزل بالملح. كده نزلت بالملح. اول ما بتبقى معانا بالشكل دوت انا ببتدي انزل بالكوسه اللي انا مقطعاها بالطريقه دي. وهشوحها كويس جدا، هتنيني اقلبها لحد ما تتشوح وارجع لكم. انا هنا كده هنزل بشويه قرفه مش كتير، دي اختياري مش اجباري يعني، حسب ما انتم عايزين. بصوا شكلها هنا كده عامل ازاي، بقت بالمنظر ده. بتنيني اشوح فيها. بعد كده انا عامله هنا صلصه بيوريه. حابين تحطوا طماطم فريش براحتكم حسب المتوفر عندكم. الاكله دي جميله جدا وهتعجب اطفالكم ومغذيه في نفس الوقت. انا كده هبتدي انزل بالطماطم بالشكل دوت تتشوح معاها. هسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعضيهم كده وهرجع لكم. هنا كده شكلها
لما حطيت القوطه واتسبكت معاها بالمنظر دوت، انا هبتدي اعمل ايه؟ هنزل هنا بكوبايتين من الميه بالشكل ده، بالطريقه دي كده، وهسيبهم يغلوا كويس جدا مع بعض. اول ما تبتدي تدبل معانا هبتدي ادخلها الفرن، هوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن شكلها عامل ازاي. بصوا هنا شكلها بقى عامل ازاي بالشكل ده كده. انا هدخلها الفرن تكمل السوا بتاعها، بقت معانا بالمنظر دوت اهوت. هدخلها بقى الفرن وهوريها لكم بعد ما تطلع. وهنا كده صينيه الكوسه بعد ما خرجت معانا بالشكل دوت، شكلها وريحتها وطعمها في منتهى الجمال. طبعا احنا هنعمل عملنا معاها شويه رز، هحطها في اطباق وهوريها لكم. وهنا كده بصوا شكلها عامل ازاي، وعملنا جنبها شويه رز اهي بالمنظر ده كده. وبألف هلا وشفا. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معاكم منوعات من نهوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.